السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يحيى بن خالق تلعب في اتجاه حمزة النوري، تعود من جديد على الانطلاق هذه المرة من أمين سوان. أمين العرضية والرأسية، جول 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 أول لفريق الفتح الرياضي. لعبت بطريقة رائعة، وحذيفة المحاسني هو من كان وراء الاسيست على مستوى الجهة اليمنى. التمريرة بالمقاس، وحمزة النوري أكمل المهمة بإعلان أول الأهداف لفريق الفتح الرياضي. أو أيوب مولوع هو من سجل الهدف. لعبت بهذه الكيفية على مستوى الجهة اليمنى لفريق الفتح الرياضي. الاستلام بعد ذلك من حذيفة المحسني، التمرير والراسية، معلنا عن أول هدف المباراة. أيوب مولوع يعلن عن افتتاح التسجيل بعد مرور تقريبا 20 دقيقة لعب لفريق الفتح الرياضي. لاعبي فريق الفتح تلعب في اتجاه لمين جول ثاني لفائدة فريق الفتح. خطأ وأي خطأ، ياسين لمين أمام خطأ مشترك بين مدافع فريق الاتحاد الرياضي التونسي وأيضا الحارس محمد رضا اسمامة. يعلن عن ثاني أهداف فريق الفتح الرياضي في الوقت البديل عن الضائع هنا بالملعب البلدي بالقنيطرة. وحسرة يوسف قجعي وأيضا محمد رضا اسمامة. نتابعنا تمريرة خاطئة كانت من محمد رضا اسمامة على الاستقبال من رضا العلوي. التمرير سوء تفاهم يسجل ضد مرمى دون هدف بنيران صديقة من محمد أو يوسف قجعي.